ما ياكلش الحوت، خاطش الحوت غالي في الجزائر، بصح الحوت ياكل الجزائري، خاطر الجزائري رخيص في الجزائر. هل تعلم بأن الجزائر المصدر رقم 1 للمهاجرين السريين إلى إسبانيا في سنة 2021 بمعدل 2000 مهاجر في الشهر؟ ايوا تسمعن مزيان هذا الرقم وتذوقوا مزيان، ويلا نمشيو للحلقة ديال اليوم. خدنا السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده مع محمد السباعي. الحلقه اللي غادي نردوا فيها على داك الكرغولي مقلش الودنين اللي بدا عاوتاني كيسب في المغاربه. مجموعه ديال الفيديوهات بدا كيسخن الطرح بعد ما المغاربه شويه نساوه وتلاهوا بحويجات اخرين. بعد الفيديو الاخير ديالو اللي تشهر اللي كان كيحرض على القيام باعمال ارهابيه في المغرب، وبسببها ناضوا بزاف ديال المغاربه خصوصا في المهجر داروا واحد الدعوه قضائيه في مجموعه من الدول الاوروبيه باش ما يبقاش هذا السيد يدخل هذوك الدول. بدا دار فيديو اخر وبدا كيرطب في الهضره، من بعد بدا كيناقش مواضيع اخرى، وفاش تنسات القضيه ديالو شويه بدا كيرجع يلوح مجموعه ديال لي فيديو للمغاربه. انا قبل ما ندخل معكم في التفاصيل ديال هذا الموضوع نجبد لكم واحد الفيديو ديالو ونردوا عليه يعني ردا مفحما ونعطوه العصير في كاس كبير باش نتمنوا المره الجايه يسد فمو يعرف بان المغاربه راه عارفين كل شيء، ماشيش يعني ناعسين في دار غفلون. ولكن قبل ذلك بغيت نقول لكم او نعلق على بعض الصور ديال اليوم. الصوره ديال رجوع ديال المنتخب الجزائري الى ارض الوطن. اولا كنقولوا له هنيئا بكل روح رياضيه، فريق واعر خدم بقتاليه ويستحق الفوز بهذه الكأس. رجع للديار ديالو والتلفزيون الجزائري غطى هذا الرجوع. الجزائريين كلهم بداو كيتفلاو، وشوفوا مجموعه ديال الصور اللي بداو كيقولوا بعد ما كان المنتخب كيتنقل لهم فول اش دي ولا كيتنقل لهم اش دي فلاو، هذا تهكما. وكذلك ملي رجعوا استقبلوهم بشويه ديال الكاوكاو، شويه ديال الحمص، شويه ديال الويزات، قريشلات، درهم من الحاجه حطوهم لهم فوق الطبله. وهنيئا نشوف فين كانوا فين ولاو. كانوا في دوله بتروليه صغيره جدا مساحه ويعني تعتمد على الغاز الطبيعي، وجاو الدولة ديالهم التي تضاعف مساحة الدولة الأخرى بآلاف المرات أو مئات المرات. ما غاديش نقول عشرات المرات لأن أكثر بكثير، ولكنهم شوف الحالة فين عايشين، شوف الفتيات فوقاش جالسين، الفتيات اللي كيتباعوا عندنا حنا في البال وما بقى بغاهم حتى شي واحد. استقبلهم رئيس الجزائر تبون، وعادي امر عادي رئيس الدوله انه يحتفي يحتفي بالفريق الوطني ديالو. ولكن الغير العادي هو انه هذاك القزم الصغيور الشارف الهرف البوال شنقريحه دخل الوسط وهز الكاس فرحان. انت ما موقع رئيس اركان الجيش في الصوره؟ مكانه في التكانات العسكريه وحمايه الحدود ديال الوطن امام انهزاماته السياسيه والميدانيه في الصحراء. جاي اليوم يتباهى بواحد الانتصار كروي رياضي حبي، يعني ودي، يعني كرة القدم هي كرة ودية رغم المنافسة ورغم مجموعة من الاشياء. جاء كيدخل راسو لهاد المعمعة. هذا كيبين حاجة الشعب الى او حاجة شنقريحة الى الانتصارات التي لم يذق طعمها يوما، ويمني النفس بالانتصارات الكرويه للمنتخب الجزائري. نمشيو للموضوع ديال الحلقه ديالنا ديال اليوم. اولا نسمعوا مزيان لهذا الكرغولي اللي هو المقلش الودنين، نشوفوا شنو كيقول
ونرجعوا نعلقوا على الكلام ديالو. شوف معايا الفيديو. ما عندكمش دراهم، ما عندكم والو، ما عندكم والو. الخيرات اللي عندنا تحت الارض، عندنا الزنك، عندنا الفوسفات، عندنا الغاز، عندنا البترول. يا ودي ما تزيدش كمل لكم الذهب، الديامو، هذوك الفلاحه تاع الصحراء. والله راني نفوت في الطرقات ديال لي 40 طون تاع الطوماطيش، قسما عظما بالله تقول لك عندنا فيستيفال تاع الطوماطيش في كاش بلاصه. تروح مع طريق الخميس وتجي هابط للجزائر تشوف الكماين تاع الطوماطيش راهي هنا، هي والبصل اللي حقها مره. يا واش عندكم؟ نوريك اش عندنا السي مقلش الودنين. واخا بسم الله. عندكم الزنك، عندكم الذهب، عندكم الفضه، عندكم هذا الخير كامله. والشعب جيعان. الشعب جيعان. كل شيء كنعرفوا الجوع في الجزائر، نعرفوا الحاجات ديال الناس في الجزائر. انا ما غاديش نجاوبك، غادي نخلي لك المرحوم عبد العزيز بوتفليقه هو يجاوبك. اسمع شنو كيقول لك. الزلط والتفرعين. الزلط والتفرعين. قال واش هذا الفانتازيا خويا؟ هذا دم الشعب. قال هذه هبه الدوله، ان عالدين هبه الدوله اللي تكون هكذا. الزلط والتفرعين. الزلط والتفرعين. عبد العزيز بوتفليقه على الاقل كان واحد الانسان الله يرحمه، كان واحد الانسان مره يتكلم بالحق، مره كيخرج لكم فاس، مره كيفيقكم من القلبه وكيقول لكم بارك عليكم من الزلط والتفرعين. انا ما غاديش نناقشك من الغاز في بلاد غاز والمواطن الجزائري بحاجه الى الغاز، ما غاديش نناقشك من الحليب، من السميد، من الدقيق، من البطاطا، من بزاف ديال الحويجات، من الدجاج. ما غاديش نناقشك من الحويجات كلها، غادي نناقشك من السردين. اليوم المواطن الجزائري اصبح ممنوعا عليه اكل السردين. السردين اللي هو الماكله ديال الفقراء، الماكله ديال داك الزوالي، عندكم كتقولوا نتوما الزوالي، الماكله ديال الزوالي. اليوم المواطن الجزائري اصبح محروما من اكل هذا الطعام. حرمته من الدجاج، حرمته من اللحم، حرمته من العدس، حرمته من بزاف ديال الحويجات. وتجي انت دابا تفرعن علينا هنا وتقول لنا الخيورات اللي عندنا والفلاحه اللي عندنا الفلاحه اللي عندكم وملي كتمشي للسوق ما كتلقى المواطن الجزائري ما يلقى ما ياكل، ما يلقى ديسير، ما يلقى بطاطا، ما يلقى والو. واش بهذه الطريقه انت كتوصل لنا الميساج كتقول لنا شوفوا واش عندنا؟ الفضه والذهب وداك الشيء ممكن يكون عندكم فيه فعلا، ولكن شكون السؤال هو شكون اللي كيستافد من هذا الشيء؟ السؤال هو شكون اللي كيبيع هاد الحويجات؟ السؤال شكون اللي كيدير الفلوس ديال هاد الحويجات كلها وديال هاد المعادن في جيبو؟ هذا هو السؤال المطروح عندكم. نعم ممكن يكون عندكم، ولكن علاش الشعب جيعان؟ علاش الموظف فاش كيمشي لكيشي يتيري الفلوس ما كيلقاهاش؟ هذا هو السؤال الذي يجب طرحه. اليوم تبون مشى كي يخلص او كيدفع الرشاوي للدول، والمواطنين او العاملون الموظفون في الدوله ما لقاوش باش يتخلصوا، ما لاقيينش باش تخلصوا. الطلاب يطلب ومراته تصدق. هذا هو العنوان العريض لما يقع اليوم في الجزائر. دولة التفرعين اللي كتبي تفرعن على المغرب، والتي يعني كتحرش الاعلاميين ديالها بما فيهم هذا المقلش الودين باش يهاجموا المغرب. ايوا شوف اسيدي الموظفين ديال تبون اللي ما لقاوش الخلاص ما يتخلصوا واحتجوا على سي تبون. هذا فيديو جديد، شوف الفيديو. انا شوف انا ما نكذبش عليك. رساله وتبون جا المسؤول الاول، جا المسؤول الاول على الشركات اللي راهم مضيعينها كما ارواح. ديروا تحقيقات، شوفوا منين راهو جاي. راهم كلاوها ماكله، راهم كلاوها ماكله، راهم ما خلاوهاش. تقول انت كنا في الخدمه. احنا عندنا 3 سنين وحنا نعانوا كيما مش قال حاجه اللي جديده علينا. 3 سنين من شهر والله واحد، والله يا ما نكفوش هكا، والله واحد ما يلتفت. واحد ما ولاش يبينا لا مسؤولين لا حتى واحد. ان شاء الله يا خويا هم كوبين التوكسيد. الجزائر جديده، انا فاهم 2022 في الجزائر جديده او عايش في الظلمه في وسط بلاد. كنا مار اخويا، رانا كرهنا اخويا، رانا نخرجوا يسلكوا فينا. راهو تبون هذا ونعم الوكيل. نبقاو في الموضوع ديالنا ديال اليوم. وكما قلت لكم ديجا بأن المواطن الجزائري ممنوع ومحروم من أكل السردين. جملة بسيطة تلخصها واحد السيدة
من الجزائر. شوف الفيديو. الحوت تاع لي بوفر معروف من بكري دونك 100,000 دونك سقسيتها قال لي راهي 100,000. جو بونس با كاين واحد قال لي ما عندهاش غادي يلحق ياكل الحوت اللي هو الثاني تاع السردين. احنا نخصو 700,000 بالشهر تاع الاتريت، وتجي للمارشي تبغي تاع حوت تشوف بعينيك كيلو سردينه ب 100,000. الله يهدينا بعضنا بعض. نصوروا معاها صاي فليس نبداو حابين نصوروا معاها نشوفوها صاي. فراسك المغرب هو 13 عالميا في انتاج السمك. فراسك بان المغربي ياكل 12 كيلو سنويا من السمك، وهو معدل حنا بريوسنا كنقولوا بانه ليس معدلا جيدا، يعني باقي خاصنا. ولكن ملي غادي نقارنوه مع الجزائر، واسمع ليا مزيان هنا، اسمع ليا مزيان هنا، شحال كياكل الجزائري من غرام ديال السمك في السنه؟ اذا قلنا لك المغربي كياكل 12 كيلو، الياباني كياكل 80 كيلو. في اليابان كياكل 80 كيلو. الجزائري والله لن تتوقع ما كميه السمك الذي ياكله في السنه. 200 غرام 200 غرام مع عباد الله. 2 سرديلات في العام اللي كياكل الجزائري، 2 سردينات. الفضيحه الكبيره ديال هذا المدياني، هذا المقلش الودنين اللي كيقول لك الخيورات اللي عندك. اش من خيورات عندك؟ نجي لكم في الارقام. في الثمانينات كانت الجزائر تنتج او معدل الانتاج ديالها ديال السمك 387 طن في السنه. عرفتي اليوم شحال كتنتج؟ 72,000 طن. عرفتي شنو هي 72,000 طن؟ 72,000 طن باخره بسيطه تقريبا، باخره متوسطه في المغرب كتجيب هذا المعدل في السنه. والمغرب يعتبر من اكبر الدول المصدره للسمك. ما نهضرش على الثمن ديال الحوت عندنا في المغرب. غادي ندير لكم مقارنه ديال ثمن السردين في الجزائر وثمن السردين في المغرب. بغينا نسولوا الجزائريين ونقولوا لهم قولوا لنا علاش السردين ما كاينش عندكم في البلاد. وهنا عجبني واحد التعليق ديال واحد الجزائري، واحد الكرغولي غبي نسمعوه. علاش السردين ما كاينش في البلاد؟ قول لنا السي التاجر. هذه اولا الشتاء ما كاش، الحوت يعاود يطلع. عاود شنو قلتي؟ عاود شنو قلتي؟ الشتاء ما كاش، الحوت يعاود يطلع. واش سمعتوا بحالي ولا لا؟ ياك نسمعوه مزيان، نعاودو نسمعوه مزيان. هذه اولا الشتاء ما كاش، الحوت يعاود يطلع. الشبك هي كتزرعوا الحوت في هذه الضيعات الفلاحيه اللي قلتونا في الصحراء، هي كتزرعوا الحوت والشتاء ما كايناش داكشي. واك عباد الله فين وصل هذا الشعب. الشتاء ما صباتش في البحر، داكشي علاش الحوت ما كاينش. عرفتي الحوت علاش ما كاينش؟ لان كاين واحد البارونات عندكم هما اللي متحكمين في الصيد ديال الحوت، وملي من مصلحتهم ما يكثرش الحوت في السوق، واذا كثر في السوق كيرميوه للبحر. الحوت ميت مصيد كيعاودوا يرميه في البحر. وشوف معايا الفيديو، شوف الفيديو. شوف السردينه دخلينها صغيره وما يطيشوا فيها في القوى. شوف السردينه صغيره ندخلوها وما يطيشوا فيها. شوف بالصندوق ولي مساكر. شوف بالصندوق يطيشوا في القوى. طيش دخلين لنا بلو دو. فراسكم شحال الثمن ديال السردين في الجزائر ونعطيكم ثمن السردين في المغرب. ثمن السردين في الجزائر هو 1000 دينار. 1000 دينار تقريبا 7 أو 6 ديال الأورو. 6 ديال الأورو، 60 درهم مغربية ثمن كيلو ديال السردين عباد الله. أجرة عامل أو ديال موظف متوسط في الجزائر ما يشريش كيلو ديال السردين في العام، في النهار. كيلو السردين في النهار أجرة موظف. المعدل الأدنى للأجور في الجزائر هو 120 يورو. 120 يورو إلا قسمناها على عدد الأيام ديال الشهر غادي تجيب لنا تقريبا في النهار واحد 4 ديال الأورو.
واحد 4 ديال الاورو باش كيتخلص الجزائري. وشوفوا عباد الله واش ممكن موظف في الجزائر الاجره ديالو ما كتشريش ليه كيلو ديال الحوت. وفي المغرب عندنا حنا ثمن 1000 كيلو من السردين كيبدا من 5 دراهم الى 10 دراهم على حسب المدن وعلى حسب كل مدينه بشحال كيتباع فيها الحوت. من 5 دراهم يعني نصف اورو الى 1 الاورو. بشحال كيخدم المغربي؟ معدل الادنى للاجور في المغرب هو 240 اورو في الشهر. 240 اورو الى قسمناها على عدد الايام غتعطينا تقريبا واحد 8 ديال الاورو حتى ل 9 ديال الاورو في النهار. يعني المغربي ممكن يشري ما بين، تبع معايا، ما بين 8 كيلو بالاجره ديالو يشري 8 كيلو ديال السردين الى 16 كيلو ديال السردين. ايوا السي مقلش الودني انت اللي جالس كتقول لنا عندكم هاد الخيرات كلها في البلاد، انا كنناقشك بالارقام، كنناقشك بالادله، وناقشتك فقط في موضوع السردين. ما ناقشتكش في البطاطا وفي العدس وفي السميد وفي ناقشتك فقط في الحوت السردين. ايوا المره الجايه الا بغيت تكون عندك شي معطيات تناقشها او تقارن راسك مع المغرب فحسب ليها 1000 حساب. خوتنا ما تنساوش ابوني، اشتراك، تفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.